ان شاء الله في حصة النهاردة هناخد درس التاني في الجغرافيا. درس الايه؟ التضاريس. طبعا مش اول مرة بنسمع كلمة ايه؟ تضاريس. طيب كلمة تضاريس يعني ايه؟ والكلمة دي جاية من ايه اصلا؟ انتوا عارفين ضرس الانسان؟ ضرس الانسان بيكون مستوي ولا بيكون في اماكن مرتفعة وفي اماكن منخفضة؟ يعني ضرس الانسان بيكون عامل كده، ياخد الشكل ده كده. ياخد الشكل ده كده. فبتلاقي مكان مرتفع ومكان ايه؟ من هنا جت كلمة ايه؟ تضاريس. فكلمة التضاريس بتعني المرتفعات والايه؟ والمنخفضات. المرتفعات والمنخفضات موجودة في كل قارات العالم. المرتفعات والمنخفضات موجودة في كل قارات الايه؟ العالم، سواء كانت جبال، وطبعا كلنا عارفين يعني ايه جبل، مش اول مرة نشوف القصة ديت. ارض مرتفعة منحدرة من الجنبين وبيكون لها ايه؟ قمة. وفي كمان الهضاب، ارض مرتفعة سطحها بيكون مستوي او شبه ايه؟ مستوي. وفي كمان عندنا السهول، ارض منخفضة تحيط بها المرتفعات من الجنبين وتسمى الايه؟ السهول. والسهول طبعا لو جنب النهر بتكون سهول فيضية، ولو كانت جنب البحر ساحلية، وإن كانت في الصحراء تسمى سهول صحراوية. طبعا ده كلام قديم عليك على ثالثة إعدادي، بس أنا قلت لازم أفكرك بيه. هتبدأ مذاكرتك من أول فين؟ إن توجد الجبال والهضاب والسهول في كل قارات العالم، ولكنها تختلف في ارتفاعها. يعني مش كل الجبال ارتفاعها زي بعضها. في امتدادها، يعني مش كل الجبال بتمتد من الشمال للجنوب او من الشرق للغرب. في جبال بتيجي من الغرب للشرق، وفي العكس، في من الشمال للجنوب وفي العكس، وهكذا. طيب، ومساحتها من قارة لايه؟ لاخرى. يبقى توجد الجبال والهضاب والسهول في كل القارات. يبقى انا هطبق على كل القارات 3 عناصر: جبال، هضاب، سهول. ولكن مش كل القارات شبه بعضها في الجبال والهضاب والسهول، بتختلف من قارة لايه؟ لاخرى في ثلاث حاجات: في الارتفاع والامتداد والمساحة. فمثلا قارة زي قارة افريقيا هلاقيها بيسودها المظهر الهضبي، اكتر حاجة فيها هي الهضاب. قارة تانية زي قارة اسيا هلاقي ان اعلى جبل في العالم موجود فيها وهو جبل الهيمالايا وبقمة ايفرست. فتعال ناخد كل قارة لوحدها ونطبق عليها الكلام ده. هنبدأ بأكبر قارات العالم مساحة، انت عارفها، اللي هي قارة مين؟ قارة آسيا. يبقى أنا دلوقتي هتكلم عن تضاريس قارة آسيا. واتفقنا هنتكلم عن 3 حاجات، خليك فاكر. هنتكلم عن جبال، وهضاب وسهول. ببساطة جدا حضرتك بتبدأ ترسم قارة آسيا، بتحاول ما تقولش صعب وخلاص، تعال نجرب. بنبدأ
قارة آسيا من عند البحر الأحمر. ادي طبعا انتوا عارفين خليج السويس اللي عندنا ده خليج الايه؟ العقبة. ودي كده شبه الجزيرة الايه؟ العربية، لحد ما بنزل تحت عند مضيق باب الايه؟ باب المندب. خلاص. وعندي كده خليج عمان ومضيق هرمز والخليج الايه؟ العربي، الخليج العربي. بنزل بعد كده بدولة عارفينها انتوا الهند، عاملة زي السبعة كده. بعد كده شبه جزيرة الهند الايه؟ الصينية، دولة الصين. وهنا كده جزر اليابان. زي ما انتوا عارفين اسيا عشان واخده النص الشرقي ومكمله كمان في الغربي، فعندي هنا كده مضيق بيرنج اللي بيفصلها عن قاره امريكا الايه؟ الشماليه. خلاص. وبكمل بقى القاره عادي خالص. نكمل قارتنا اهيت عادي خالص. تمام. وبنيجي فوق البحر الاحمر هنا وبنرسم البحر الايه؟ المتوسط عشان نقدر نكمل قارة افريقيا هنا. وطبعا هنا قارة ايه؟ اوروبا. وادي البحر الاسود المتصل بالبحر الايه؟ المتوسط. وبنزل كده بلاقي جبال اورال، تفتكروها؟ اللي بتفصلها عن قارة ايه؟ اوروبا. خلاص. ادي كده قارة اسيا. تعال نحط حدودها زي ما خدنا في الموقع الجغرافي. عندنا هنا المحيط الهندي، وده طبعا البحر الايه؟ البحر الاحمر. وطبعا ده البحر الايه؟ متوسط. واتفقنا ان ده البحر الايه؟ اسود. وهنا جبال اسمها جبال اورال. طبعا دي حاجات احنا اخدناها مع بعض. وعندي هنا كده المحيط، اللون ده باين، المحيط الهادي. هنا كده المحيط الهادي. وهنا المحيط القطب الايه؟ الشمالي. تعال بقى يلا نبص كده نشوف فين الجبال وفين الهضاب وفين السهول اللي موجوده في قاره ايه؟ اسيا. طبعا لو حاولت ترسم القاره مش لازم تطلع معاك بالظبط، بس اي شكل يعبر عن قاره ايه؟ اسيا. تعال نبدا الاول بالايه؟ بالجبال. جبال قاره اسيا. عندنا هنا كده في المحيط الهادي جزر اسمها جزر اليابان. هناخد اللون ده مثلا للجبال اهوت. هنا كده في جزر اسمها جزر الايه؟ فعندي هنا جبل اسمه جبل اليابان. جبل ايه؟ طيب يبقى اول جبل انا اتكلمت عنه اسمه جبل الايه؟ طب جبل اليابان ده حد يحدد لي موقعه كده؟ في الشمال ولا في الجنوب ولا في الشرق ولا في الغرب؟ في شرق القارة. يبقى من جبال شرق قارة آسيا جبال الايه؟ اليابان، شرق القارة. هاجي هنا في نص القارة وفوق الهند هلاقي جبل اسمه جبل الهيمالايا، وده أعلى جبل في العالم. فيه قمة كده اسمها إيفرست، والقمة دي ارتفاعها 8848 متر. 8 كيلو 848 متر. هاجي هنا ما بين العراق وإيران
هلاقي هنا جبل اسمه جبل ايه؟ زاجروس. ولو رحنا تركيا هلاقي جبل اسمه جبل طوروس. يبقى طوروس موجود في دولة مين؟ موجود في دولة تركيا. لكن زاجروس موجود ما بين ايران والايه؟ والعراق. تعال بقى كده نحدد الجبال اللي قلناها. احنا قلنا اليابان والهيمالايا. لحظة واحدة. الهيمالايا في المنتصف نص القارة، وفي غرب القارة عندي جبل اسمه ايه؟ طيب زاجروس موجود في ما بين العراق وايه؟ يتفضل مين؟ طوروس. موجود فين طوروس؟ في تركيا. كده خلصنا من الجبال. يابان، الهيمالايا، زاجروس، طوروس. اتفضلي. طبعا في جبال كتير بس انا بقول اللي علينا. يعني عندنا الحجاز وعسير ومرتفعات اليمن وعمان وكردستان، بس احنا بنقول الجبال اللي علينا السنه دي. تمام؟ يبقى الجبال بلخصها في جمله بتقول ايه؟ ياباني، الهيمالايا، زاجروس، طوروس. اسمع الجمله منك. ياباني، الهيمالايا، ياباني، الهيمالايا. اتفضل يا عبد الله. طب اعدلها. مش يابان، هيمالايا، زاجروس، طوروس. دول كده كام جبل في قارة آسيا؟ 4. يبقى مين اللي في الشرق؟ طيب مين اللي في المنتصف؟ مين اللي ما بين إيران والعراق؟ طب مين اللي في تركيا؟ طوروس. خلاص خلصنا كده من الجبال. فيها مشاكل؟ طيب احنا اتفقنا ايه اللي بعد الجبال؟ هضاب. يلا بينا نشوف هضاب قارة آسيا. هلاقي إن إحنا عندنا هضبة في منتصف القارة. هناخد لون تاني للهضاب وليكن اللون ده. طيب هلاقي بجوار جبال الهيمالايا أعلى هضبة في العالم. هضبة تسمى هضبة التبت. والهضبة دي بيسموها سقف العالم، تسمى سقف العالم. طب ليه يا أستاذ بيسموها سقف العالم؟ بسبب ارتفاعها عن قمم الجبال. وده من الأسئلة اللي بتتكرر في الامتحانات سنويا. بما تفسر تسمى هضبة التبت تسمى بإيه؟ بسقف العالم. حد حدد لي موقعها؟ في وسط الايه؟ القارة. طيب نروح بقى نشوف الهند. هلاقي في هضبة في الهند اسمها هضبة الدكن. احنا اتفقنا دي دولة ايه؟ الهند. يبقى الهضبة الثانية اسمها هضبة الايه؟ اين توجد؟ في دولة الهند وجنوب القارة. تعالوا بقى نشوف هضبة واخدينها السنة اللي فاتت. دي اسمها شبه الجزيرة العربية. ففيها هضبة اسمها هضبة ايه؟ شبه الجزيرة الايه؟ العربية. اللي احنا السنة اللي فاتت كنا بنسميها ايه؟ واحد حضروا الايه؟ فاكرين؟ حضرموت ونجدة وبادية الشام. فهنسميها على بعضها هضبة شبه الجزيرة العربية. طب مين يحدد لي موقعها؟ في الشرق ولا في الغرب؟ طب في الشمال ولا في الجنوب؟ يبقى جنوب غرب آسيا. طبعا في هضاب كمان بس انا اتفقنا هنركز على الهضاب اللي علينا. يبقى عندنا هضبة تبت وتسمى سقف
هضبة الدكن في دولة، وهضبة شبه الجزيرة العربية موجودة فين؟ في شبه الجزيرة العربية. كده خلصنا من الجبال والهضاب. تعال نفتكر الجبال، احنا نسينا: ياباني، هيمالايا، زاجروس، توروس. هضاب: التبت، الدكن، شبه الجزيرة العربية. بفرق بين التبت والدكن، بينهم جبال الايه؟ هيمالايا. نروح بقى للسهول. اتفقنا في اول الحصة ان السهول كام نوع؟ 3: فيضية، ساحلية، صحراوية. قارة آسيا فيها نوعين من السهول فقط هتكلم عليهم. فيها سهول فيضية وفيها سهول ساحلية. الساحلية ما بتتعبنيش في المذاكرة، لأن هي على جوانب البحار، فهتقول سواحل المحيط القطبي الايه؟ الشمالي. سواحل، يا نعم نعم ماشي. يبقى سهول المحيط القطبي الشمالي، سهول المحيط الايه؟ الهادي. ركز معايا يلا. سهول المحيط الايه؟ الهندي. سهول الخليج الايه؟ العربي. سهول البحر الايه؟ احمر. سهول البحر متوسط. يا جماعه الحته دهيت عايزك تبقى عارفها، اسمها خليج البنغال. خليج البنغال. خلاص. وهنا كده في مكان اسمه البحر، الحته دي كده اسمها البحر العربي. وطبعا الاثنين جزء من المحيط الهندي. يبقى توجد سهول ساحليه في قاره اسيا، صح ولا غلط؟ حول المحيط القطبي الشمالي، وحول المحيط، وحول المحيط الهندي، وحول الخليج، وحول البحر، وحول خليج البنغال، وحول البحر، وحول البحر. طب مين اللي فاكر كان عندنا هنا بحر اسمه بحر ايه؟ يبقى توجد سهول ايضا ساحليه في الداخل حول بحر قزوين، وده اكبر بحر مغلق في العالم. يبقى السهول الساحليه في اسيا يا اما حول البحار في الخارج، يا اما حول بحر ايه؟ قزوين في الداخل. يبقى دلل على صحة العبارة: توجد بقارة آسيا سهول ساحلية خارجية وسهول ساحلية داخلية. اتفضلي. سهول خارجية حول البحر المتوسط والبحر الأحمر، والداخلية عند بحر قزوين وأكبر بحر مغلق في العالم. ممتازة. وانت كمان جاوب. حيث توجد ايه؟ سهول ساحلية حول سواحل البحار والمحيطات، مثل في الشمال المحيط القطبي، وفي الشرق المحيط، وفي الجنوب المحيط، وفي الغرب البحر، والبحر متوسط. دي كده السهول الساحلية، سهلة ما فيهاش حاجة. تعال بقى نشوف اللي هتغلبنا شوية، السهول الفيضية. سهل فيضي يبقى تبص بعينيك على الأنهار، ندور على الأنهار الأول. مش احنا اتفقنا في أول الحصة السهول الفيضية بتكون حول الإيه؟ الأنهار. طب مين يعرف أي نهر أخدناه في آسيا قبل كده السنة اللي فاتت في ثانية إعدادي؟ صح، نهر دجلة والإيه؟ والاتنين بيصبوا في الخليج الإيه؟ العربي. نهر دجلة ونهر الفرات. نعم. ونهر الأردن في الأردن. تعالوا نلون السهول باللون الأخضر. سهول فيضية فبيكون عندها زراعة. يلا ركز معايا عشان هطلب منك ديت في الواجب. ادي نهر ايه؟ نهر دجلة ونهر الفرات. بصوا بقى يا جماعة، عايزين نتفق على حاجة. اي نهر ليه بداية وليه ايه؟ النهاية اسمها المصب. اسمها ليه؟ مصب اي نهر في العالم عادة بيكون بحر او محيط. ما ينفعش النهر يصب في اليابس. فانا لقيت مثلا نهر دجلة والفرات اهو، هل اقول ان ده مصبه ولا ده المصب؟ صح كده. يبقى المصب
يبقى يصب نهر دجلة والفرات في الخليج الايه؟ فحدد لي بقى اتجاههم. يبقى هما جايين من الشمال عشان يصبوا في الايه؟ في الجنوب. دي دولة ايه؟ مين اللي فاكر دي دولة ايه؟ الهند عندها نهرين. نهر نازل علشان يصب في البحر العربي او في المحيط الهندي اسمه نهر السند. نهر ليه؟ ونهر نازل عشان يصب في خليج البنغال اسمه نهر الجانج. نهر ليه؟ طب السهول دهيت اللي هي دجلة والفرات. دجلة والفرات والسند والجانج دول في الشمال ولا في الجنوب؟ يبقى انا عندي سهول في جنوب القارة مثل سهول فيضية مثل السند الذي يصب في البحر العربي ثم في المحيط الهندي، والجانج الذي يصب في خليج البنغال ثم المحيط الايه؟ الهندي. عرفنا كل نهر له بداية وله نهاية. النهر تسمى مصب. نهاية النهر تسمى مصب. كل ده متصل بالمحيط الهندي، صح؟ ما هم بيصبوا في الخليج العربي ومنهم لخليج عمان ومنهم للهندي عادي. طيب لو رحنا لشرق القارة هلاقي نهر كده في الصين يا جماعة. بص خلي بالك من اتجاه السهم. اسمه نهر اليانجستي. نهر ليه؟ طب هيصب في المحيط الايه؟ نهر اليانجستي ده موجود في دولة الصين، فبسميه سهل شرق الصين او سهل الصين الشرقي او سهل الصين العظيم. لا مش فول الصين العظيم، سهل الصين العظيم. طيب هلاقي كمان فوق هنا كده هلاقي سهل اسمه سهل منشوريا. انا كده في شرق القارة ولا غربها؟ شرق القارة. يبقى سهل منشوريا سهل شرق الصين حيث نهر الايه؟ اليانجستي. سهل الجانج والسند في الهند. سهل دجلة والايه؟ والفرات. يتفضل عندي 3 انهار في شمال القارة، وركز عشان عندنا سؤال مهم. 3 انهار. واحد اسمه اوب، نهر اوب. وواحد اسمه ينسي. حد خد باله من اتجاه السهم؟ مين يقول لي هو رايح من اللي فين؟ من الجنوب للشمال عشان يصب في المحيط القطبي. ركزي يا استاذه. والتالت اسمه لينا. اوب ينسي لينا. اوب واحد اسمه اوب بينسى لينا. اوب ينسى لينا. 3 انهار. يا استاذ انا مش مريحني الاسم ده يا استاذ. اوب ينسي لينا. قال لك خلاص تعال نسمي ال3 انهار مع بعض سهول سيبيريا. سهول ايه؟ لا نرجع للاسم القديم احسن، صح؟ يبقى سهول سيبيريا بيجري فيها كم نهر؟ ها؟ اوب. طب مين يقول لك 3 دول اساميهم السهول الشماليه ولا الجنوبيه؟ طب عايزين طالب ممتاز يقول لي اجابه السؤال ده من غير ما اشرحه. ليه سهول سيبيريا بما تفسر؟ سهول سيبيريا تقل قيمتها في فصل الشتاء. ويقول لي ليه؟ يعني ايه الفكره؟ ليه قيمتها بتقل في فصل الشتاء؟ طب اسال سؤال تاني. هي السهول الفيضيه مهمه في ايه؟ السهول الفيضيه بستفيد منها في ايه؟ صح، سهول خصبه صالحه للزراعه. ولكن بما انهم ال3 ليم القطب الشمالي يبقى بيتجمدوا في فصل الايه؟ الشتاء. يبقى بما تفسر تقل القيمه الاقتصاديه. السؤال اهوت، السؤال ده مهم جدا. بما تفسر تقل القيمة الاقتصادية لسهول سيبيريا في الشتاء.
يلا مين يجاوب؟ ها قولي. القطب الشمالي صح، بسبب تجمدها في فصل الشتاء لقربها من المحيط القطب الشمالي. طب في سؤال انا قلت عليه مهم كده في النص وانا بشرح ليه علاقه بالهضاب. بما تفسر تسمى هضبة التبت بسقف العالم لأنها تعلو عن قمم الجبال. طبعا عشان ابقى صريح معاكم، هي مش اعلى من الهيمالايا، هي اعلى من جبال كتير، بس هي مش اعلى طبعا من جبال ايه الهيمالايا. بس طبعا عشان هي سطحها يا جماعه مستوي او شبه مستوي ومرتفعه، فتسمى سقف الايه؟ سقف العالم. يبقى سهول اسيا الفيضيه ممكن اقول عليها سهول شماليه تسمى سهول. طب سهول سيبيريا فيها كم نهر؟ أوب، ينسي، لينا. أوب وينسي، أوب وينسي، أوب وينسي. طب السهول الشرقية ده اسمه سهل ايه؟ طب ده اسمه سهل ايه؟ ويجري فيه نهر اسمه نهر. طب هنا نهر الايه؟ وهنا نهر الايه؟ ودول نهر دجلة والفرات. نروح بقى للمذكرة بتاعتنا ونشوف هنذاكر ازاي. ادي خريطة قارة اسيا اهيت، يلا معايا. اتفقنا هنا جبل اسمه جبل ايه؟ انت نسيت. قلنا هنا جبل الايه؟ اليابان. طب هنا جبل الايه؟ طيب عند العراق وعند تركيا طوروس. نروح للهضاب. فوق الهيمالايا هضبت وتسمى، تحت الهيمالايا هضبت في دولة الهند. طيب وفي شبه الجزيرة العربية هضبت 3 أنهار في الشمال، أوب وينسي ولينا، والثلاثة بيصبوا محيط القطب الشمالي. الناس هتتلخبط بين أوب وينسي ولينا، عشان تفرق بينهم ببساطة جدا. شايف مثلث الهند؟ لو خدت خط كده وطلعت لفوق من عند الجزء من عند السند، هتلاقي ان السند قصاد أوب، وهتلاقي ان الجانج قصاد ايه؟ لينا. لو لقيت النهر بره المثلث خالص زي ده، يبقى ده أوب وده ينسي، والاخير خالص مين؟ لينا. هتلاقيه بره خالص، بره مثلث الهند. خلاص كده؟ طيب احنا قلنا الحته دي اسمها خليج الايه؟ بنغال. وهنا البحر الايه؟ يبقى نهر السند يصب في البحر، ونهر الجنج يصب في خليج. مين فاكر اعلى جبال في العالم؟ جبال وبقى قمه تسمى قمه، ارتفاعها كام؟ 8848 متر. طيب قلنا عندي هضبه اسمها هضبه تسمى بسقف، بما تفسر بسبب. طيب قلنا السهول الساحليه نوعين، يا اما خارجيه يا اما داخليه حول بحر قزوين. قلنا السهول الفيضيه في منها الشماليه وتسمى، ويجري فيها كم نهر؟ أوب وينسي، ومن الجنوب الى تصب في المحيط القطبي، فتقل قيمتها الاقتصاديه لانها بتتجمد في فصل شرق القاره. عندي سهل اسمه سهل منشوريا، وعندي سهل شرق الصين وفيه نهر اسمه نهر. اما سهول جنوب القاره نهر دجله والفرات يصبان في الخليج، ونهر السند في المحيط الهندي، ونهر الجانج يصب في خليج البنغال. كده احنا خلصنا قاره اسيا. قبل ما تقول لي كفايه يا مستر، لازم تجي لي انت بقى على السبوره وتحدد لي على قاره اسيا اللي قدامنا دهيت اللي احنا قلناه. مين هيطلع معايا؟ طيب خليك بس قول لي ده هو جبل ايه؟ اليابان. ده جبل ايه؟
طيب هنا كده جبل ايه؟ ما شاء الله. طيب هنا هضبة ايه؟ هضبة ايه؟ وهنا هضبة ايه؟ وهنا هضبة. حلو جدا. هنا جبل اسمه جبل ايه؟ وهنا جبل اسمه جبل. طيب في هنا كده نهر كده اسمه أوب. أوب. أوب وبعدين وبره خالص لينا. طب لو قلت لك في نهر نازل كده السند. شوف بقى مين اللي مصحصح معايا ومين اللي نايم. شوف مين اللي مصحصح ومين اللي نايم. ماشي يلا نكمل، يلا نكمل. ماشي. قلنا عندنا في نهر كده نازل كده اسمه ايه؟ ها؟ ده السند ودي خليج بنغال. الله يفتح عليكم. دي نسميها سهول ايه؟ سيبيريا. ودي نسميها سهل ايه؟ منشوريا. وهنا سهل الايه؟ سهل شرق الايه؟ الصين. حضرتك بقى في البيت، حضرتك في البيت هترسم لي الخريطة، هترسم بإيدك وتحدد عليها. يا مستر ما بعرفش أرسم الخريطة. سهل جدا. صعب عليك إنك تعمل مربع كده؟ مش صعب. كل المطلوب منك اعمل مربع كده. مش عارف ترسم أهو، اعمل مربع، اعمل أي شكل هندسي. خلاص. وقول إن هوت جبال اليابان، وقول إن هوت جبال الهيمالايا، ونهو جبال زاجروس، ونهو جبال ايه؟ طوروس. حط لي هنا هضبة التبت، حط لي هنا هضبة الدك، حط لي هنا هضبة شبه الجزيرة، وحط لي هنا سهول سيبيريا، وهنا منشوريا، وهنا شرق الايه؟ الصين. وما تنساش نهر اليانجستي. وقول فينا خليج مصر، قال كان في حاجة اسمها خليج البنغال، وهنا كان في دولة اسمها دولة الهند، وكان هنا في حاجة اسمها الخليج الايه؟ العربي. بس موضوع سهل جدا. خلاص. حد عايز يسأل أي حاجة عن قارة آسيا قبل ما نوزع؟ نوزع درجات الحصة اللي فاتت؟ نعم نوزع يلا الدرجات علشان نشوف مين اللي هياخد مكافأة الامتحان.